القصة اللي هتسمعوها دلوقتي جات لنا من بنت ما حكتش لحد قبل كده. كانت دايما بتضحك وبيتقال عنها طيبة وهادية، بس جواها كان في صوت ما بين الغيرة والذنب والتعب من المقارنة. هي قررت تكتب لنا مش عشان تتبرأ من إحساسها، لكن عشان تفهمه. ولو انتي كمان جواكي حاجة محدش شايفها، اشتركي في القناة واحكي لنا، علشان هنا الكلام اللي ما بيتقالش ليه مكان. كنت بضحك معاها وكانت بتحب ضحكتي. كانت تقولي أنا بحبك عشان انتي بتفهميني أكتر من الكل. وكنت فعلا بفهمها، يمكن أكتر ما كنت بفهم نفسي. بس عمرها ما فهمت إني وأنا بضحك معاها كان جواي حاجة مش طبيعية، مش كره ولا حتى حسد. هو كان إحساس زي شوكة ناعمة بتدوس على قلبي كل مرة حد يمدحها. انتي قمر، انتي شاطرة، انتي بتحسي بالناس. وكنت أنا واقفة جنبها ببتسم، بس كان كل ابتسامة بتتخصم من ضميري. وكل مرة الناس تقارنا كنت أنا اللي بتاكلني النار. عمري ما تمنيت لها أذى، بس كنت بتمنى بس للحظة إنها تقع. مش تقع وتتوجع، لأ، تقع وتبطل تبقى أحسن. كنت بغير منها وأنا عارفة إن ده مش عدل، بس أنا كنت بنت اتربت إن البنت الكويسة لازم تكون رقم واحد. والناس كانت شايفاني هادية ورقيقة ومؤدبة، بس أنا من جوايا كنت عاصفة. كنت بشوفها داخلة ضحكتها تملى المكان، وأنا ببص لنفسي في المراية وأسألني هو أنا ناقصني إيه؟ ليه دايما هي اللي الناس بتشاور عليها؟ مرة وهي نايمة جنبي في المعسكر بتاع الجامعة، سرحت في وشها وهي نايمة، وش بريء ومرتاح، ولقيتني بدعي دعوة مخيفة. قلت يا رب، يا رب خفف نورها شوية، مش عشانها بس عشاني أنا. قمت من الدعوة دي وأنا مرعوبة. إيه اللي حصل لي؟ إزاي وصلت للدرجة دي؟ إزاي أنا اللي بحبها أو المفروض بحبها أدعي عليها من غير ما أحس؟ فضلت ساكتة، وكل يوم كنت بقاوم إحساسي وباخده في حضني وأقوله اسكت، دي صاحبتي. بس الغيرة لما تكون هادية بتكون أخطر، بتعدي من غير صوت وبتسيب جروح في الروح. جروح مش حد بيشوفها، بس أنا كنت شايفاها. عدت سنين، هي سافرت وأنا فضلت، وكل ما كانت بتنجح كنت بدعيلها. أنا دلوقتي وعندي بنتين، وكل ما بنتي ترجع من المدرسة وتحكيلي عن صاحبتها اللي كل الناس بيحبوها، بحس بألم قديم بيرجع. مش عشان هي هتغير، بس عشان يمكن تكون في حياتها واحدة زيي، واحدة بتضحك معاها وتمسك ايديها وتدعي في سرها تبطلي تبقي أحسن مني. الغيرة اللي ما بتتقالش أخطر من أي كره بيتقال. اللي حصل مش إنك إنسانة وحشة، اللي حصل إنك تعبتي من المقارنة، من إحساس إنك مش كفاية حتى وإنت بتعملي كل حاجة صح. اللي اتقال في القصة دي اتقال نيابة عن بنات كتير مش عارفين يسموا اللي جواهم. وساعات كل اللي بنحتاجه عشان نخف هو إن حد يصدق إننا مش لوحدنا.